لكل واحد بيلعب فانتزي وبيفكر يفتح وايلد كارد بعد اول جوله عشان فريقه جاب سكور زي الافريج او اقل من الافريج، الفيديو ده ليك ولكل واحد بيفكر يعمل تغييرات للجوله الثانيه. كمل معايا الفيديو الاخر، هوريك قائمه من اللعيبه هتقيم فريقك على اساسها جبت كام من 10، وعلى الاساس ده هتعرف هل انت محتاج تعمل فري ترانسفير او مش هتعمل ترانسفيرز خالص وتوفر الاثنين لجيم ويك 3 او هتعمل وايلد كارد. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتسي الدوري الانجليزي. قبل ما ادخل في موضوع فيديو النهارده احب اشكر كل الناس اللي دعمتني وبعتت لي رسائل بعد اول فيديو ليا، ولو انت بتتفرج علينا لاول مره ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وشغل جرسك عشان يوصل لك كل جديد اسبوع باسبوع وتفضل ماشي معانا جوله بجوله. موضوع فيديو النهارده يا جماعه عن اللعيبه اللي احنا هنستهدفها الفتره الجايه ومين اكتر فرق جدولتهم كويسه. هو الموضوع مش صعب، يا ريت بلاش الاوفر ثينكينج الكتير او التفكير الزايد ان انت ازاي هتجيب نقط مختلفه وازاي تطلع بره التمبلت بتاع كل الناس. الموضوع كله متلخص في 20 او 21 لعيب هعرضهم لك في اخر الفيديو، هتقيم فريقك منهم جبت كام من 10. بمعنى لو عندك 6 لعيبه منهم يبقى انت جايب 6 من 10، 8 لعيبه منهم يبقى انت جايب 8 من 10، وتقدر تختلف في الاثنين او الثلاثه الباقيين. لو عندك اقل من 6 لعيبه منهم فانت للاسف محتاج تعمل وايلد كارد ضروري عشان اختياراتك كانت وحشه في اول جوله واكيد سكورك اقل من الافريج. بس مش هعرض اللعيبه دي مع بعض كلهم مره واحده غير في اخر الفيديو، وهتاخد الصور دي سكرين شوت وهتقيم فرقتك منها. اول فريق هنتكلم عنه هو مانشستر سيتي. الاختيارات المتاحه هالاند، فودن، الفاريز. مبدئيا ما انصحش بتواجد مدافع الفتره الجايه من مانشستر سيتي، على الرغم ان هم متوقع ليهم كلين شيت كتير، ولكن مفيش تمبلت ثابت لجوارديولا في الدفاع. لو انت اعتمدت على التسريبات الجوله اللي فاتت وجبت ريكو لويز او ووكر او اكانجي عشان عرفت من التسريبات ان هو بادئ، سيبه معاك تقدر ترسك بيه الفتره الجايه، لكن ما انصحش حد مفيش معاه مدافع من السيتي ان هو يعمل ترانسفير في مدافع للسيتي. اول لعيب هو ايرلينج هالاند، نسبه ملكيه 90%، هيبقى موست كابتن كل جوله، وشفنا ازاي الناس اللي رسكت ولعبت ديفرنشال كابتن ضده الجوله اللي فاتت وكابتنه صلاح او برونو او راشفورد، هالاند قدر ان هو يعمل جاب بينهم وبين الناس دي من اول السيزون. تاني واحد هو فيل فودن، واحد من اهم الاجنحه اللي هتتواجد السنه دي مع مانشستر سيتي بعد رحيل رياض محرز. اعتقد هياخد دقائق اكتر وعدم التعاقد مع جناح جديد. الراجل ده لو جاب فورمه هيخلص السيزون بلس 200 بوينت او فوق ال 200 بوينت وب7.5 رهان كويس جدا. ثالث لعيب هو خوليان الفاريز، اشوفه ما يقلش اهميه عن فيل فودن بالذات بعد اصابه كيفن دي بروين، لان الراجل ده بيقدر يلعب الرول بتاع 10 او كصانع اللعب تحت الفيرود، ويقدر ان هو يدخل 9 كفيرود في حاله طلوع هالاند بدري عشان يحاول ان هو يريحه او ما يدلوش دقائق اكتر زي ما حصل الماتش اللي فات. اهم اختيار ايرلينج هالاند، تاني اهم اختيار فيل فودن، تالت اهم اختيار خوليان الفاريز. تاني فريق هنتكلم عنه هو ارسنال. الاختيارات المتاحه ساكا وجابرييل ومارتينيلي. اشوف ساكا تاني اهم لعيب في اللعبه بعد ايرلينج هالاند، نسبه ملكيه عدت 60%، منفذ لجزء من الكور الثابته وضربات الجزاء، واعتقد ان هو هيبقى ابعد واحد عن منطقه الروتيشن. تاني لعيب هو جابرييل، اشوفه اهم مدافع في ارسنال لميزه ان هو بيلعب برجله الشمال، وارتيتا بيعتمد دايما على البيلد اب من تحت وان هو ما يطلعش باللونج بول او يلعب كور طويله، فبيحتاج مدافع شمال ناحيه الشمال ومدافع يمين ناحيه اليمين، ما بيحبش ان هو يلعب بمدافع عكس رجله. ولكن افضل جابرييل اكتر من صليبه عشان تهديده على المرمى والاكسبكتد جول بتاعه اكتر. ثالث لعيب هو مارتينيلي، اشوفه الاقل خطوره في موضوع الروتيشن عن تروسارد وانكيتيا، لان الثلاثه في الغالب هيتدوروا على بعض، يا اما يلعب مارتينيلي وتروسارد فيرود، او يلعب مارتينيلي وانكيتيا فيرود، او يلعب تروسارد وانكيتيا فيرود. ولكن مارتينيلي اعتقد هو الاقل خطوره في منطقه الروتيشن بين الثلاثه، واكتر واحد فيهم هياخد دقائق الى جانب الجدوله الكويسه لارسنال الفتره الجايه. ثالث فريق اتكلم عنه هو برايتون. الفرقه دي محتاجه ان انت تديها وقت شويه في الكلام، ومحتاجه ان انت تديها وقت اكتر في الاي تيست بتاعك وانت بتتفرج عليها كل جوله، لان ماتشاتهم سهله وجدولتهم ممتازه الفتره الجايه، وعندهم ميزه تانية هي ان اغلب اللعيبه سعرها رخيص، وهتديك بالانس في السكواد ان انت تقدر تجمع بين 2 لعيبه بريميومز زي ما اتكلمنا في الفيديو القديم بتاع ازاي هتجمع بين هالاند وصلاح. كانت المشكله انك هتحتاج لعيبه فئه 5.5 او 6 مليون بتشارك بشكل دوري على طول وتستنى منها ريتيرنز او بوينتات. ده هيبقى موجود في واحد زي انسيسيو لو بدا ياخد دقائق، او ادينجرا، او جواو بيدرو. اول لعيب هو بيرفيس ستيبينيان، اشوفه ثالث اهم لعيب في الفرقه بعد هالاند وساكا. عندك نسبة ملكية 56% وفي تزايد، وهو يستاهل النسبة دي لأن سعره رخيص ومساهماته الهجومية كتير، وشفنا الماتش اللي فات ازاي قدر يحصل على 3 بونص كاملين على الرغم ان هو خد انذار واتضرب كلين شيتو، ولكن مساهمته باسيست واحد مع التشانس كرييت الكتير وصناعة الفرص اللي عملها قدر ان هو ياخد 3 بونص كاملين ويكافئ كل الناس اللي جابته.
تاني لعيب هو ميتوما، نسبة ملكية 40%. اشوف ان هو يشبه ارسنال، يشبه ساكا في ارسنال، بمعنى ان هو هيبقى بعيد شوية عن منطقة الروتيشن زي ما شفنا الماتش اللي فات. ادنجرا نزل بديل لمارش وميتوما لعب اغلب الماتش. ثالث لعيب هو جواو بيدرو، كان واحد من اللعيبه اللي انا بدات بيها الجوله الاولى جنب ايرلينج هالاند وخوليان الفاريز. واهم نقطه اكتشفناها من الجوله الاولى ان جواو بيدرو هو منفذ ضربات الجزاء الاول في حاله وجوده في الملعب، ودي طبعا نقطه قوه كويسه جدا لاي حد معاه ضربه الجزاء، الى جانب ان هو بيقدر يلعب الرول بتاع رقم 10 تحت الفيرود زي خوليان الفاريز في السيتي. فاعتقد ان الروتيشن في منطقه الفيرود هيبقى بين فيرجسون ويلبك كرقم 9 وجواو بيدرو هياخد اغلب الدقائق. احسن اختيار بيرفيز ستيبينيان، تاني اختيار هو ميتوما، تالت اختيار جواو بيدرو. رابع فريق اتكلم عنه هو ليفربول. ليفربول واضح جدا بعد اول ماتش ليها مع تشيلسي في ستانفورد بريدج ان فيها شاشه دفاعيه واستقبلوا هجمات من كل النواحي سواء شمال او يمين او من العمق. عشان كده اهم اختيار عندي في ليفربول لازال محمد صلاح، هو رقم 1 على الرغم اللي حصل بينه وبين يورجن كلوب الماتش اللي فات لما سحبه بدري، ولكن اتوقع ان الموضوع هيتحل وصلاح هيبتدي عادي جدا وهيبقى اسهل ماتش لليفربول هو بورنموث في الانفيلد كافتتاحيه اول ماتش في الانفيلد. اعتقد ان صلاح هيجيب رقم كويس وهيبقى اوبشن ديفرنشال كابتن قوي جدا ضد هالاند. لو فاكرين اتكلمنا في الفيديو بتاع هالاند وصلاح ان لو صلاح جاب في الجوله دي دبل ديجيت وهالاند بلانك هنقدر ان احنا نعمل جاب كويسه جدا بيننا وبين الناس اللي مكابتنه ايرلينج هالاند. انا واحد من الناس اللي مكابتنه صلاح لحد دلوقتي، ولكن كل حاجه ممكن تتغير قبل الديدلاين. تاني اهم لاعب في ليفربول هو لويس دياز، نسبه ملكيه 7%، ديفرنشال جدا، تقدر ان انت تاخده كفر لمحمد صلاح لو مفيش معاك ال 12 ونص، تقدر ان انت تجيب لويس دياز وتغطي باقي الفلوس دي تستخدمها في مراكز ثانيه لو مش عايز تدخل محمد صلاح جنب ايرلينج هالاند. ثالث اهم لاعب في ليفربول هو ترينت الكسندر ارنولد. اشوف ان هو خسر كتير جدا من قوته لفقدانه جزء من الكور الثابته لمصلحه سوبوسلاي وروبرتسون، زي ما شفنا الماتش اللي فات جزء من الكورنرات كانت مع روبرتسون او سوبوسلاي وارنولد بياخد جزء من الفاولات، ودي كانت نقطه قوه قويه جدا لارنولد. ثلاث لعيبه مرشحين من ليفر، اهمهم محمد صلاح، ثاني واحد لويس دياز، ثالث لعيب ترينت الكسندر ارنولد. الفريق الخامس اللي هتكلم عنه هو تشيلسي. واضح جدا بعد ماتش ليفربول وتشيلسي في الجوله الاولى ان تشيلسي عندها بعض المشاكل الدفاعيه، ولكن اشوف ان هي اقل نسبيا من ليفربول، خصوصا بعد قدوم موسيس كايسيدو في نص الملعب. اتوقع نسب الكلين شيت هتزيد، واتوقع مساهمه شيلويل وجيمس الاظهره بتوع تشيلسي في اسيستات وجوان كتير جدا، وده بيرجع لوجود ماوريسيو بوكوتينو اللي دايما بيعتمد في خطته على الاظهره الطايره او الوينج باكس. وكلنا لاحظنا تمركز شيلويل كان عامل ازاي، اللي عمل اسيست من كره ثابته الى جانب ان هو سجل هدف ملغي تسلل. فبالنسبه لي تشيلويل هو رقم 1. انا واحد من الناس اللي كان معاه تشيلويل الجوله الاولى، ولكن للاسف كان قاعد على الدكه وما نزلش بسبب نزول جابرييل 5 دقائق بس، فتشيلويل عندي في الفرقه. تاني لعيب بالنسبه لي من تشيلسي هو جاكسون، نسبه ملكيه 16%. لو اتفرجت على الماتش بتاع ليفربول وتشيلسي هتعرف قد ايه جاكسون كان مؤثر واكتر تهديد على المرمى. لو معاك جاكسون اوعى تبيعه في ظل اصابه نكونكو اللي شكلها مطوله معانا عده اسابيع. اتوقع ان جاكسون هتكون دقايقه كتير، واتوقع اجوان ليه كتير جدا الفتره الجايه. جيمس هو الاختيار الثالث بالنسبه لي بسبب اصاباته الكتير، في انتظار المؤتمر عشان نعرف هو جاهز اصلا للجولات الجايه ولا لا. الاختيار الاول في تشيلسي هو شيلويل 14%، الاختيار الثاني هو جاكسون 16%، الاختيار الثالث هو ريس جيمس 18%. الفريق السادس اللي هتكلم عنه هو مانشستر يونايتد. اول جوله ضد وولفرهامبتون في الاولد ترافورد، مكسب بدون اقناع، واكبر دليل على كده ان مسجل الهدف وصنع الهدف كانوا من محاور الدفاع، والمان اوف ذا ماتش كان الحارس اونانا. لازالت اهم الاختيارات بالنسبه لي هي راشفورد رقم 1، برونو فرنانديز رقم 2 عشان منفذ ضربات الجزاء، ولوك شو رقم 3، وطبعا اونانا. بس انا تعمدت ان انا ما اجيبش اي حراس مرمى في القائمه اللي انت هتشوفها في اخر الفيديو بعد شويه عشان تقدر تقيم لاعيبتك كام من 10 جوه الملعب باستثناء حارس المرمى. اهم اختيار راشفورد، ثاني اختيار برونو، ثالث اختيار لوك شو. الفريق السابع اللي هنتكلم عنه هو برينتفورد. اشوف انه من اسهل الفرق اللي عندها جدول الفتره الجايه، واتفرجنا كلنا على ماتش برينتفورد وتوتنهام الجوله الاولى، كان من اكتر الماتشات اللي فيها هجمات وفرص من الفرقتين. اهم رهان عندي في برينتفورد هو براين مبومو رقم 1 طبعا، 6.5 مليون، سيلكتد باي 10%، مع كل الكور الثابته والكورنرات الى جانب ضربه الجزاء اللي قدر منها يساهم في جون الماتش اللي فات. غير تضييعه الجون سهل جدا وفي المتناول، كان ممكن يطلع بجونين على الاقل. الرهان الثاني بالنسبه لي هو ريكو هنري 4.5 مليون، بادجت ديفندر،
لاي حد محتاج ان هو يجيب مدافع ب4.5 عشان يعمل بالانس في فرقته زي ما اتكلمنا قبل كده. الرهان الثالث والاخير هو ويسا 6 مليون، سيلكتد باي 3%، اوبشن ديفرنشال. الربط بينه وبين مبومو كان واضح جدا الماتش اللي فات، واعتقد ان هو هياخد دقائق كتير الفتره الجايه. رقم 1 بريان مبومو، رقم 2 ريكو هنري، رقم 3 ويسا. الفريق الثاني اللي هتكلم عنه بايجاز مش هياخد معانا وقت كتير هو استون فيلا. بعد الهزيمه 5-1 الجوله الاولى ضد نيوكاسل، اتوقع ردة فعل اليوم قويه جدا على ملعبهم، والرهانات المتاحه منهم 2 لعيبه، اولي واتكنز وديابي، ولكن الافضليه بالنسبه لي هتفضل لاولي واتكنز لكونه على ضربات الجزاء. وديابي الماتش اللي فات عمل ماتش كويس وكان ليه اكتر من فرصه وسجل جون واحد، لكن كان يقدر يساهم في اكتر من كده. رقم 1 اولي واتكنز، رقم 2 ديابي. اخر فريق هنتكلم عنه واخر لعيبه هتترشح هي توتنهام، والترشيح الوحيد هيكون جيمس ماديسون. واضح ان هو هيكون محور اللعب بعد رحيل هاري كين، وعلى معظم الكور الثابته باستثناء ضربه الجزاء اللي اتوقع ان هي تكون مع سون او ايريك داير. واضح جدا بعد ماتش برينتفورد توتنهام الجوله الاولى ان الراجل بيلعب بضغط عالي وكره هجوميه، وهيستقبل اجوان كتير وفي نفس الوقت هيسجل اجوان كتير. عشان كده ما استهدفش حد من المدافعين بتاع توتنهام في اول الجولات لحد ما يستقر على تشكيله والدفاع بتاعه يظبط. الاختيار الوحيد من توتنهام هو جيمس ماديسون، نسبة ملكيته لسه قليلة، ممكن يصنع لك الفرق. ودلوقتي بعد ما شرحنا كل فرقة واحسن الرهانات المتاحة من كل فرقة على حسب الجدولة بتاعتهم، السكرين اللي على شمالي دي فيها فرقتي للجولة الجاية، والسكرين اللي على يميني فيها 20 او 21 لعيب اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو ده. زي ما قلت لك في اول الفيديو هعرض لك قائمة او سكرين من اللعيبة هتقيم فرقتك منهم. وقف الفيديو، خد سكرين، عد لعيبتك من جوه الناس دي. لو عندك 3 أو 4 لعيبه فانت للاسف محتاج تعمل وايلد كارد ودخلت جيم ويك 1 بفرقه مش مظبوطه. لو انت عندك 6 لعيبه محتاج تعمل تغييرات تحاول تزود عددهم شويه. لو انت عندك 7 أو 8 أو 9 فانت دنيتك تمام، تقدر تختلف بالاثنين أو 3 لعيبه التانيين. لو عندك 10 من 10 زي فرقتي اوعى تعمل تغييرات، رول الترانسفير، وفر 2 ببلاش لجيم ويك 3 هينفعونا جدا. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات تحت تقييم فرقتك كم من 10 في السكرين اللي انا حاططها لك دلوقتي. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وشغل جرسك عشان يوصل لك كل جديد وتمشي معانا جولة بجولة. اشوفكم على خير، سلام.